السلام عليكم. نتمنى تكونوا كامل بخير. تحت طلب العديد من المتتبعات طلبوا مني ندير لهم السفنج السميد على الطريقه التقليديه اللي كنت تشاركت معكم في قناتي الاولى. يجي خفيف مثل الريشه، اطري بنين ويجي فارغ من داخل، والصوره راهي امامكم. درته لكم بمقادير مضبوطه، تخرجوا 12 حبه يعني هكا باش تجربوا كامل ديروا الوصفه، ومديته لكم بجميع اسرار نجاحه. يعني فقط تبعوا المقادير وتبعوا النصائح راح تتحصلوا على هذه النتيجه المثاليه. شوفوا يعني النتيجه راهي امامكم. نقولوا بسم الله وعلى بركه الله ونبداو ونحضروا وصفتنا. اول حاجه عندي 3 كيلات تاع السميد يكون رطب. شوفوا يا البنات راهو ناعم، انا درت سميد البركه يعني مدرت لكم حتى الماركه. ندير 3 كيلات بهذا الكاس اللي يرفد 220 مليلتر، يعني موجود في كامل البيوت الجزائريه. راح نضيف عليهم ملعقه صغيره من الملح، راح نديرها هكا في الكوطي. من بعد نجيب الكاس الاول تاع الماء اللي يكون دافي بنفس الكاس اللي كيلت به، نحطه فوق الملح ونبدا نجمع في العجينه نتاعي. نجمع العجينه نتاعي حتى نتحصل على عجينه تكون طريه ومتماسكه في نفس الوقت. هذا الكاس الثاني راح نبدا نضيف فيه بالتدريج يعني حتى الماء، وراح نمده لكم يعني بالضبط بالتقريب يعني بالضبط. نلمها حتى نتحصل على هاد النتيجه. شوفوا كيفاه العجينه نتاعي راهي حاكمه روحها بصح طريه، ماشي يابسه خلاص كيما الكسره. هذا هو الماء اللي تبقى معاي من الكاس الثاني، يعني ديت منه فقط الربع، يعني في المجمل دا معاي كاس وربع من الماء الدافئ. ندير العجينه نتاعي في كيس بلاستيكي وراح نخليها تريح بجيه بلا ما نروح نحضر الخميره اللي رايحه نحضرها، ولا الخلطه السحريه تاع امي الغاليه اللي تعتبر محسن للسفنج. راح في بول ندير ملعقه كبيره من خميره الخبز وملعقه كبيره من السكر وزوج ملاعق كبار من الفارينه. هاد الخلطه تعتبر خلطه سحريه اللي راح تخلي السفنج يجي خفيف ومنفوخ مثل البالون. راح نضيف عليه نصف كأس من الماء الدافئ. على هذه المكونات نضيف نصف كأس من الماء الدافئ وراح نخلط مليح مليح حتى تذوب معايا هذيك الخميره وهذيك الفارينه. تقدروا تخدموها بالفوي يعني باش تسرعوا العمليه. ونغطي هذه الخلطه نتاعي ونخليها تقعد لمده 15 دقيقه، من 10 دقائق حتى ربع ساعه. اللي عندها المكان تاعها بارد بزاف تخليها 20 دقيقه حتى تختمر هكا وتتفاعل هذيك الخميره ويتضاعف حجمها. بعد ما تفعلت الخميره نتاعي ومرت هذيك ال 15 دقيقه، نجيب العجينه نجبدها من الكيس نلقاها ريحت. رايحه نبدا الان نضيف في الخلطه هذيك بالملعقه كما راهو موضح في الصوره. يعني حاولت ما نزرب لكمش بزاف الفيديو وما نقطع لكمش المقاطع باش تشوفوا كيفاه راني نخدم فيها. حطيت العجينه نتاعي وغلقت على العجينه وبديت نعجن فيها بهذيك الخميره ولا بهذيك الخلطه. هذه يعني الطريقه راني اول وحده حطيتها يعني في اليوتيوب كي بديت يعني كي بديت قناتي الاولى. من بعد راهي تشهرت هذه الوصفه ولاو كامل يديروها، وهذا كان يعني شرف ليا انه العديد والعديد داروها، وحتى المتتبعات اللي داروها يعني شهدوا بهذا الامر باللي هذا السفنج راهو ناجح 100%. نبقى نحط في هذيك الكميه تاع الخميره نتاعي ونعجن فيها بلا تقطاع حتى نفض كامل الكميه. شوفوا الفقاعات تبدا تظهر. نكمل كامل الكميه تاع الخميره نتاعي للاخير، يعني الخميره راهي المقدار تاعها مضبوط يعني ما تنقصوهاش، حطوها كامله وبقاو عجنوا فيها حتى تطلق هذيك العجينه روحها. اذا شفتيوها مثلا ما تلقتش معاكم خاطر كاين سميد يشرب بالبزاف، تقدروا في الاخير تضيفوا الماء الدافئ. وقتها تعرفوا باللي العجينه نتاعكم خلاص ما لازمش تزيدوا تعجنوها وتلقط روحها، تولي تتلاصق فوق سطح العمل. شوفوا كيفاه تولي تتلاصق فوق سطح العمل وفي يدي. كما هنا راح نخبطها خبطه خفيفه فقط باش نعاود نجمعها. شوفوا كيفاه راني نخبط فيها خبطه خفيفه فقط كما نخدموا خبز الدار والسفنج يعني عادي باش نلم العجينه نتاعي. بعد ما لميتها هنا وحبست العجين راه دهنت يديا بالزيت ودهنت الوعاء نتاعي بالزيت، ونهز العجينه نتاعي نحطها في الوعاء كما راهو موضح في الصوره، ونغطيها ونخليها تختمر حتى يتضاعف حجمها.
بعد ما تضاعف لي حجم العجينه، جبت انا قبل حطيت الزيت نتاعي يسخن على نار متوسطه، ما تحطوهش على نار هادئه ولا قويه، حطوها على متوسطه وخليوه كيما راه. نروح للعجينه، شوفوا كيفاه تضاعف الحجم تاعها الله يبارك. انا هنا ما رايحاش نمسها، ما رايحاش نطيح لها الخميره، هذا هو السر يعني اللي راح يخلي السفنج نتاعكم يجيكم كامل منفوخ على حبه. نبدا نهز في العجينه تاعي نكور فيها عفوا، نهز في الحبه نتاعي والعجينه هذيك تبقى كيما راها، يعني ما نطيح لهاش هذاك الاختمار، يعني ما نديغازيهاش. نجيب القليل من الماء، انا امي ما تفتحش السفنج تاعها بالزيت، تقول لك باش ما يجيش مزيت، تدهن السطح بالماء ويديها بالماء كيما راهو موضح في الصوره، ونبدا نفتح في الحبه نتاعي بشكل يكون دائري. الحبه نتاعكم لازمك السمك نتاعها يجي نصف سنتيمتر، يعني ما تجيش رقيقه خلاص باش كي تقليوها ما تجيكمش يابسه وما تتنفخش، وما تجيش كذلك خشينه باش كي تقليوها ما تجيكمش معجنه. نهزها عادي ونبدا نحطها من الامام للخلف. هذه اول سر باش ما يطيش عليكم هذاك الزيت. ثاني سر باش تجيكم منفوخه، غير تحطوها ثواني وقلبوها، زيدوا ثواني وقلبوها، يعني غير تحطوها بعد قلبوها باش هذاك الوجه نتاعها ما ينشفش، وتعطيوها الحريه باش تطلع، يعني ما تيبسولهاش هذاك الوجه اللي راح يخليها ما تطلعش. شوفوا الله يبارك كيفاه تتنفخ، وطيبوا لها هذوك الاطراف باش الاطراف هذوك ما يبقاو لكمش خضر ويجي المنظر تاع الحبه مليح. راح نجرب معاكم شحال من حبه ونزيد نمد لكم الاسرار وتفهموها مليح مليح. نحيت الحبه نتاعي، شوفوا الله يبارك كيفاه تتنفخ. نديرها في صحن ونروح نكمل معاكم الحبات الاخرين. شوفوا يا البنات، ندهن يديا بالزيت، ندهن الوعاء السطح اللي نفتح به فيه بالزيت، نفتح الحبه نتاعي، كي نفتحها كيما قلت لكم ما تكونش رقيقه، السمك هو نصف سنتيمتر يعني 5 مليمتر. نهزها عادي ما تخافوهاش كامل يا البنات، وحطوا من الامام للخلف، غير تحطوها حطوا الزيت وقلبوها بعد، زيدوا حطوا الزيت وقلبوها بعد حوالي 2 مرات ولا 3، راح تتنفخ معكم مثل البالون. هذه اسرار تلقاوها غير عند مطبخ الاوراس، يعني ما نبخلكم في حتى حاجه باذن الله. نطيبها بشكل يكون ذهبي وما تحرقوهاش بزاف، يعني ما تحمروهاش خلاص باش ما تيبش معكم الحبه. واللي تحب ديرهم بالشكل هذا اللي يجي متقب في الوسط، عادي بنفس الطريقه فقط تقبوها في الوسط، ديروا لها زيت وقلبوها، ديروا لها زيت وقلبوها في لحظات، يعني ما تطولوش. شوفوا الله يبارك كيف تتنفخ الحبه نتاعكم. تبعوا فقط النصائح يا البنات، وتبعوا كامل الاسرار اللي مديت لكم، راح تتحصلوا على اروع سفنج. شوفوا الله يبارك كيف تجي الحبه. نكمل نقليهم كامل بنفس الطريقه ونتلاقاو مع بعضنا في صحن التقديم. هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها يا البنات. انا عطاتني الكميه هذه 12 حبه بالضبط، كاين 2 حبات يا البنات راهم اكلاوهم الاولاد. شوفوا الله يبارك الحبه كيف تجي ذهبيه وتجي منفوخه. انا حكمتها هنا غير بالشويه نسيس فيها باش من نفزدها لكم شو تشوفوها. هذه العجينه الصغيره خلاص فضلت لي درتها حبه صغيره، يعني باش وريت لكم باللي راهي تتنفخ من الحبه الاولى للحبه الاخيره. شوفوا الله يبارك كيف تجي منفوخه الحبه مثل البالون. نتمنى يعني كان عجبكم الفيديو، ونتمنى الناس اللي طلبوا الفيديو يكونوا حاضرين بقوه في هذا الفيديو. ديروا لي اعجاب ولايك يا البنات، ديروا لي اعجاب وتعليق يا البنات باش يطلع الفيديو يوصل عدد الاكبر عدد من المتابعين. شوفوا الله يبارك كيف يجي طري. انا نمسه فيه هنا غير بشويه. راح نقسم معاكم الحبه باش تشوفوها كيفاه جات. نقسم لكم هذه اللي فيها الثقبه في الوسط، ونقسم لكم حبه نورمال هذيك المنفوخه على شكل بالون. شوفوا كيفاه يجي فارغ من داخل ويجي خفيف وطري، يعني مع كويس حليب خير من الكاطو مليون مره. ومهما يقعد معكم يا البنات يبقى الطري، يعني حتى يبقى لثاني يوم ويبقى لكم الطري. هذا السفنج تقدروا تاكلوه بالسكر كما تقدروا تاكلوه بالعسل، كما كاين اللي يديروا لا كونفيتور، يعني كل واحد ياكلو كما حب هو. انا في الاخير وريت لكم الحبات اللي قعدوا لي حتى لثاني يوم كيفاه قعدوا كما راهم بنفس الشكل ونفس القوام وبقاو طريين. وانا نحبوا بالعسل يا البنات، كل واحد كيفاه يديروا. درت له القليل من العسل في الاخير، وهذه هي وصفتنا. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم. السلام عليكم والى وصفات اخرى ان شاء الله.